توكلنا على الله وحل على النار تسخن جدا جدا جدا. معايا هنا البهارات اللي هستخدمها، فيها قرنفل، ورق لورا، حبهان، زر ورد، زعتر، روزميري، كمون وكزبره وكبابه صيني وقرفه عيدان. ويلا بسم الله نحط شويه زيت ذره حلوين كده يسخنوا، نبدا نحط كل البهارات المشكله اللي معانا دي. هديها تحميصه كده في الاول ريحتها تطلع، وبعد كده هقول لكم هنشيلها ازاي للناس اللي ما بتحبش تحس بطعم الحاجات دي في بقها وهي بتاكل الرز الاصفر. حطيت هنا معلقه كبيره من الثوم البودره، حطيت معلقه كبيره مليانه من الكركم، وحطيت نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وحطيت كمان مكعب من مرقه الدجاج. هنزل عليهم بكوبايتين ميه واسيبها تغلي كويس قوي 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 عشان اخد كل النكهات دي، وبعد كده بالمصفى وابدا اشيل كل الكلام ده. هنزل هنا بواحده من اللومي او الليمون الاصفر ده، وبعدين ننزل بالرز ونبدا بقى نعاير كده ونظبط ملحنا، ونحط نقطتين من اللون الاصفر الغذائي. هغطي عليه واسيبه يغلي دقيقتين على نار عاليه، وبعد كده هوطي النار شمعه لحد ما بيستوي معايا ويبقى مفلفل زي ما انت شايفه كده. ابداي بقى اغرفيه وطلعي منها وجبات لله تعالى مع صابعين كفته او فراخ مشويه زي ما تحبي.